استكمالا لتغطيتنا الاعلاميه لاكاديميه المصري اكاديمي، سيدنا نلتقي بواحد من اولياء الامور ونجم من الصاعد معانا في الاكاديميه. في البدايه نتعرف عليك يا فندم. انا محمود مرسي. استاذ محمود، والد اللاعب مين؟ حمزه محمود. حمزه بقى له قد ايه في الاكاديميه معانا؟ حمزه بقى له حوالي 4 سنين ما شاء في الله. الاكاديميه. الاربع سنين ولا الثلاث سنين ونص دول حسينا في تطور في اداء حمزه ولا لسه؟ طبعا في تطور كبير. احنا كنا جايين هنا يعني شبه ما نعرفش حاجه عن الكوره خالص يعني. حمزة وحمزه أداؤه كان اتطور. وكان عنده هو صعوبه شويه في ان هو يلقط اللعب والكلام ده كله. بس بصراحه الجماعه هنا صبورين جدا وبياخدوا كل لاعب لوحده وبيشوف الامكانيات بتاعته ايه وهو واقف عند انهي نقطه بالظبط، وبيشتغلوا عليها بصراحه بشكل كويس جدا يعني. كابتن رضا مهتم جدا هنا ما شاء الله. بصراحة. نتعرف على النجم بقى، اسمك ايه؟ حمزه محمود رجب، مواليد كام يا حمزه؟ 2016. عايز اعرف مركزك ايه في الملعب مع كابتن؟ خط وسط مهاجم. يعني اكيد ليك مثل اعلى من اللعيبه، مثلك الاعلى مين؟ رونالدينيو. رونالدينو. اكيد بعد الاكاديميه ان شاء الله يا حمزه نفسك برضه تلعب في نادي كبير، ان شاء الله تلعب في نادي ايه؟ باريس سان جيرمان. ان شاء الله. يمكن عارف ثلاثي اضلاع المثلث، اللاعب ولي الامر المدربين، تقول المدربين على شغلهم مع حمزه وزمايله. ربنا يكرمهم بصراحه ويجزيهم خير عن اللي هم بيعملوه مع اولادنا يعني. احنا طبعا بنستأمنهم اغلب الوقت، احنا ما بنجيش. احنا عارف اولياء الامور الشغل بيبقوا وكده. بره بس بصراحه يعني الوقت اللي بيجي انا بيتفتح نفسي، لان بشوف ابني فرق كبير جدا. ممكن اغيب فتره طويله بس انا لما باجي بشوف التمرينه بعرف ابني مستواه راح فين. اتمنيت لحضرتك ولحمزه بالتوفيق وشكرا جزيلا. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا. وده كان لقاءنا بواحد من اولياء الامور باكاديميه المصري اكاديمي من هنا من داخل مدينه 6 من اكتوبر.